تخيل معايا كده تاريخ عمره آلاف السنين مليان بالملوك والفراعنة، قصص العظمة والحروب والبناء. لكن وسط كل القصص دي في قصة غريبة ومحيرة، قصة واحدة ست، بس مش أي ست، دي كانت أميرة وبعدها بقت زوجة ملك وبعدها بقت وصية على عرش مصر وبعدها أعلنت نفسها فرعون على أكبر إمبراطورية في العالم القديم. طيب مين الست دي وإزاي قدرت تعمل كل ده في زمن كان فيه الحكم حكر على الرجال؟ وليه بعد ما حكمت ل20 سنة اسمها اختفى من التاريخ بشكل شبه كامل لمئات السنين؟ خلونا نعرف مين الست دي وإيه حكايتها بعد المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم حسين علي، والنهاردة هنحكي قصة حتشبسوت الملكة الفرعونية اللي حيرت كل المؤرخين ولسه بنكتشف أسرارها لحد الآن. يلا بينا نعرف حكاية الفرعون الأنثى من الألف للياء. علشان نعرف حتشبسوت لازم نرجع بالزمن شوية. الملكة حتشبسوت اتولدت في الأسرة ال18، ودي كانت واحدة من أقوى وأزهى الفترات في تاريخ مصر القديم، وكانت معروفة باسم الدولة الحديثة. حتشبسوت كانت بنت الفرعون القوي تحتمس الأول، وده ملك محارب عظيم قدر يوسع حدود مصر ويثبت قوتها ومكانتها وسط العالم كله. وأمها كانت الملكة أحمس، زوجة ملكية عظيمة كانت من سلالة ملوك مهمين. حتشبسوت ما كانتش البنت الوحيدة لأبوها وأمها، لكن المهم إن هي اتنشأت في بيئة ملكية بحتة، وطبعا اتعلمت كل أصول الحكم والسياسة، ومن صغرها كان عندها طموح كبير وكانت ذكية جدا وكان عندها قدرة على القيادة. تقاليد وقتها كانت بتقول إن وريث العرش بيكون ابن الفرعون، وفي الغالب بيكون من الزوجة الملكية العظمى. لكن تحتمس الأول ما كانش عنده وريث ذكر مباشر من الملكة أحمس، لكن كان عنده ابن تاني من زوجة تانية اسمها موت نفرجن، والابن ده هو تحتمس التاني. وعلشان يضمن استقرار الحكم، تحتمس الأول قرر إن يجوز حتشبسوت من أخوها الغير شقيق تحتمس التاني، وبالتالي حتشبسوت بقت الزوجة الملكية العظمى، وده كان بيديها مكانة دينية وسياسية كبيرة جدا في البلاط الملكي. حكم تحتمس التاني ما كانش طويل قوي، كان حوالي 13-14 سنة، وكان هادي نسبيا. لكن المشكلة الكبيرة ظهرت لما هو مات. بعد وفاة تحتمس التاني الوضع بقى معقد. تحتمس التاني كان عنده ابن صغير من زوجة ثانوية اسمها إيست، والابن ده هو تحتمس التالت، لكنه كان صغير وطفل لسه لا يصلح للحكم. وبحكم التقاليد كانت حتشبسوت المفروض تبقى هي الوصية على عرش مصر وتدير شؤون البلاد لحد ما تحتمس التالت يكبر ويقدر يمسك الحكم بنفسه. وده فعلا اللي عملته حتشبسوت في الأول، لكنها ما كانتش مجرد وصية تقليدية. بعد فترة مش كبيرة حتشبسوت خدت خطوة جريئة ومحدش عملها قبل كده، وقررت إن هي تعلن نفسها فرعون لمصر وإن هي تكون الحاكم. متخيلين الموقف؟ في زمن كان فيه الفرعون لازم يبقى راجل وممنوع الست إن هي تمسك الحكم، حتشبسوت تطلع وسط الكل تقول أنا الفرعون وأنا اللي همسك الحكم. دي كانت ثروة حقيقية على كل الأعراف والتقاليد، إن امرأة تطلع تقول أنا اللي هدير شؤون البلاد. الموضوع ما كانش بالسهولة دي. حتشبسوت علشان تثبت حقها ده استخدمت وسائل ذكية جدا. أول حاجة قالت إن أبوها تحتمس الأول كان مختارها خليفة ليه، وكان قايل لها إن هي تمسك الحكم قبل وفاته. وتاني حاجة وهي الأهم، إن هي ادعت إن هي بنت الإله أمون رع، وقصة ولادتها اتناقشت بالتفاصيل في معبدها بالدير البحري، وده كان بيديها مقام مهم جدا، مقام ديني كبير. وحتشبسوت ما اكتفتش بكده، لا، علشان تتطابق مع الصورة اللي معروفة عن الفرعون حتشبسوت بدأت تظهر في المناسبات والتماثيل بزي رجالي بشكل كامل. كانت بتلبس التاج المزدوج اللي بيمثل حكم الوجهين الإبلي والبحري، وكانت بتظهر بلحية مستعارة. اللحية دي كان بيلبسها كل الفراعنة والملوك، وكانت بتستخدم الألقاب الذكورية الملكية، يعني كانت بتقول أنا الفرعون وزي زي أي حاكم جه من قبلي. لكن المهم إن هي مخافتش جنسها، كانت في أوقات بتظهر بإنها أنثى، وده كان بيبين إن هي كانت عاوزة تجمع بين القوة الملكية وجنسها كامرأة. وخلال فترة حكمها كان في شخصية محورية في حياة حتشبسوت، وهو سنموت، وده كان المهندس والمستشار الخاص بيها. سنموت كان يعتبر من أهم الرجالة اللي ظهرت في فترة حكم حتشبسوت، لدرجة إن المؤرخين كانوا بيقولوا إن ممكن يكون في علاقة شخصية بينهم، لأنه ظهر في تماثيل كتير قريبة من معبدها، وهو كان العقل المدبر ورا كتير من مشاريعها المعمارية العظيمة.
الفترة اللي حكمت فيها حتشبسوت كانت حوالي 21 سنة و9 شهور بالتقريب، ودي كانت فترة كبيرة جدا وفترة كانت مستقرة في حكم مصر. عهد حكم حتشبسوت كان مختلف شوية عن عهد الملوك والفراعنة اللي كانوا قبلها. حتشبسوت بدل ما تركز وتهتم على الحروب والغزوات وضم الأراضي لمصر، كان ليها رؤية تانية خالص، وهي السلام والتجارة والبناء. حتشبسوت كانت مؤمنة إن الازدهار الداخلي هو مفتاح القوة لمصر، وإن الدبلوماسية والتجارة أهم من الصراعات المستمرة، وده أدى لفترة من الاستقرار لم تشاهدها مصر من فترة كبيرة. وهي أمنت إن قوة مصر ممكن تيجي من الثراء الاقتصادي مش بس من القوة العسكرية، علشان كده كان أهم إنجازاتها في مجال التجارة، ونظمت بعثة تجارية ضخمة وغير مسبقة لبلاد بون، ودي منطقة بيقولوا إن هي تقريبا كانت على قرن الساحل الإفريقي، تقريبا يعني حاليا في الصومال. البعثة دي تقريبا كانت مكونة من 5 سفن، ورجعت البعثة دي محملة كنوز لمصر زي الذهب والعاج والبخور وحيوانات غريبة ما كانتش موجودة في مصر، لدرجة إن هم جابوا أنواع من الأشجار ما كانتش موجودة في مصر وزرعوها. والرحلة دي منقوشة بالتفاصيل في معبد حتشبسوت في الدير البحري. رجوع البعثة دي كان إنجاز كبير وبمثابة احتفال قومي، لأن البعثة دي والحاجة اللي جابوها زودت اقتصاد مصر وزودت ازدهارها، وكان بمثابة احتفال قومي خلى مصر تزدهر اقتصاديا وتعرف أنواع جديدة من المنتجات اللي موجودة حوالين العالم. وأما بالنسبة للبناء، حتشبسوت زي ما بيقولوا كانت عاشقة للعمارة، وأبرز وأروع الحاجات اللي هي بنتها معبدها الجنائزي اللي موجود في الدير البحري على الضفة الغربية من الأقصر. المعبد ده مش مجرد معبد، ده تحفة معمارية بمعنى الكلمة. تصميمه كان حديث جدا بالنسبة لعصره، لأنه مبني على 3 مستويات، وكان شكله مستوحى من الجبل نفسه. وجوه المعبد هتلاقي نقوش ملونة بتحكي قصة ولادتها من الإله آمون ورحلتها الشهيرة إلى بلاد بون. كل تفصيلة في المعبد كانت رسالة بتثبت شرعيتها وقوتها كفرعون. وغير معبد الدير البحري، حتشبسوت اهتمت إن هي تكمل مباني كتير كانت سابقة من ملوك قبلها، وبنت مسلات كتير ضخمة في معبد الكرنك موجودة لحد دلوقتي. كانت بتفهم إن البناء ده رمز للقوة والاستقرار والازدهار. وبعد 21 سنة من الحكم المزدهر اتوفت حتشبسوت، ولحد الآن سبب وفاتها مش متأكدين منه، لكن بيعتقدوا إن هي كانت وفاة طبيعية. لكن الأبحاث الحديثة وبالتحديد في 2007 أثبتوا إن المومياء اللي لقوها في مقبرة 60 في وادي الملوك هي مقبرة الملكة حتشبسوت. ولما حللوا المومياء بتاعتها اكتشفوا ان كانت هي من مرضى السكر وكان عندها التهابات مفاصل، وبيقولوا ان ممكن يكون سبب وفاتها هو سرطان العظام اللي انتشر في جسمها. ايا كان سبب الموت فتعددت الاسباب والموت واحد. بعد وفاتها المفروض ان الملك تحتمس الثالث اللي هو كان طفل صغير وهي كانت وصية عليه هو اللي يمسك الحكم بالكامل، مع العلم ان هو شاركها في فترة من حكمها. هنا حصلت مفاجأة محيرة ومؤسفة في نفس الوقت. بعد حوالي 20 سنة من وفاة حتشبسوت بدأ تحتمس الثالث بحملة ممنهجة لمحو تاريخ حتشبسوت بالكامل. تخيل كده كل التماثيل اللي كانت ليها اتكسرت واسمها اتشال من قوائم الفراعنة، والنقوش اللي كانت بتحكي عن انجازاتها في معبدها تقريبا اتمسحت او حاولوا ان هم يغطوها بشكل كامل علشان يمحوها من التاريخ. طيب ليه تحتمس الثالث هيعمل حاجة زي كده؟ المؤرخين اختلفوا في النقطة دي. الرأي الأول كان بيقولك إن تحتمس الثالث كان عنده غضب مدفون إن حتشبسوت خدت وقت كبير من حكمه، وكان عاوز يرجع هيبته وكرامته ويثبت إن هو الفرعون الشرعي الوحيد. في رأي تاني بيقول إن لأ، تحتمس الثالث ما كانش عنده كره ولا حاجة، هو الفكرة كلها إن هو كان عاوز يرجع التقاليد اللي بتقول إن الحكم حقر على الرجال، وإن فكرة حكم مرأة كفرعون كامل دي كانت ممكن تسبب مشكلة في سلالة الملوك بعد كده. في رأي ثالث كان بيقول إن دي مجرد محاولة من تحتمس الثالث إن هو يثبت قوته وعظمته، لأن حكم حتشبسوت كان أقوى منه، فهو كان عاوز يثبت إن هو أقوى بغض النظر عن هو كان عاوز يعمل كده ليه. بس فعلا المحاولة كانت قوية جدا لدرجة إن اسم حتشبسوت اختفى لمئات السنين من التاريخ لحد ما علماء الآثار اكتشفوها في القرن ال19. كانت التماثيل المكسورة والنقوش اللي حاولوا يمسحوها والأدلة اللي موجودة هنا وهنا بعيدا عن بعض هي اللي أثبتت وجود الفرعون اللي حاولوا يمسحوه من التاريخ، الفرعون الأنثى حتشبسوت. قصة حتشبسوت مش مجرد حكاية من كتاب تاريخ، دي قصة بتورينا ازاي واحدة ست قدرت
بذكائها وإرادتها وطموحها تغير كل القواعد والمفاهيم اللي موجودة في زمانها، وقدرت تكسر كل الحواجز والتقاليد في مجتمعها، وحكمت إمبراطورية عظيمة. لا وكمان فترة حكمها كانت مستقرة وكانت كلها ازدهار، وسابت وراها إنجازات معمارية وتجارية لسه بتبهرنا لحد النهاردة. وعلى الرغم من المحاولة إن هم يشيلوها من التاريخ، لكن ربنا أراد إن هي تنتصر واسمها يتكتب في التاريخ ويفضل مذكور لحد النهاردة. وقصتها بقت مصدر إلهام لكل واحد عاوز يثبت نفسه، أو عاوز يغير الواقع، أو عاوز ينجح في مجال محدش متوقع منه النجاح فيه. قصة حتشبسوت أثبتت لينا إن القوة مش في العضلات أو في الجنس، القوة في العقل والإرادة وقوة التدبير. وأثبتت لنا كمان إن الست المصرية قادرة إن هي تحكم إمبراطورية كاملة واسمها يتحفر مع أعظم ملوك التاريخ. إيه رأيك بقى في الملكة العظيمة دي؟ كنت تتخيل إن موجود امرأة عظيمة تقدر تحكم مصر بالقوة دي؟ وهل أنت تعرف شخصيات مصرية تانية سواء في العالم القديم أو الحديث قدرت تثبت قوتها وتغير مسار العالم؟ سيبولنا رأيكم في التعليقات تحت، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، سواء كان في حكايات اكتر عن تاريخنا او حكايات تانية. وان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم وتكونوا استمتعتوا بالوقت ده، واشوفكم في فيديو جديد وحلقة جديدة وحكاية جديدة، وسلام.